إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وتتميما وإكمالا شرح كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600 بعد الألف. وكنا قد قطعنا فيه شوطا. وعليكم السلام ورحمة الله. أنهينا فيه مقدمات الكتاب، ثم أخذنا الجواب المجمل. عرفنا فيما سبق أن الكتاب يتكون من 3 أقسام. القسم الأول هو مقدمات ضرورية، مقدمات عظيمة جدا، عظيمة النفع، وستتأكدون من ذلك عند الأجوبة التفصيلية، كيف يكون لهذه المقدمات أثر عظيم في حل هذه الشبهات والجواب عنها. ويتكون الكتاب أيضا في القسم الثاني. القسم الثاني من الكتاب هو صلب الكتاب، وهو الأساس وهو المقصود، هو الجواب عن شبهات اعترض بها المعترضون الملبسون. ثم في الأخير ختم الكتاب بخاتمة حسنة. ونحن قد أنهينا هذه المقدمات، الموضوع الأول من الكتاب أتممناه بحمد الله، وعرفنا قيمة هذه المقدمات، وهي باختصار من يذكرنا على سبيل المذاكرة، لأن هذه المقدمات هي أصول راسخة. معرفة التوحيد. أيوة، من الأصول التي تعين على فهم التوحيد وعلى رد الشبهات معرفة معنى التوحيد. قد عرفنا معنى التوحيد في هذا الباب. التوحيد يشمل توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. لكن في باب هذه الشبهات المقصود به توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني معرفة حال المشركين. نعم، هذا من الأصول العظيمة، معرفة حال المشركين في عباداتهم وتنوع عباداتهم واعترافهم بتوحيد الربوبية. هذا من الضروريات. أيوة، كذلك من الأصول معرفة حد العبادة، لأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. ما هي هذه العبادة التي يجب أن نفرد الله سبحانه وتعالى بها؟ هذا من الضروريات أيضا. لا بد. التوحيد والشرك مبني على العبادة. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والشرك هو صرف العبادة لغير الله، فلازم تعرف وش هي العبادة. كذلك من الأصول معرفة الشرك. عليكم السلام. ضروري أن تعرف ما هو الشرك الذي توعد الله أهله بالنار والخلود فيها والخسار، وهو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك أيوة، هذا ذكرناه. أيوة، معرفة وجه الشرك، كيف أشرك المشركون، صح ولا لا؟ هو أن شركهم كان باتخاذ الوسائط. واضح. ما هو الشرك الذي أشرك به المشركون وحكم عليهم الرب سبحانه وتعالى وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجله؟ هو اتخاذ الوسائط والشفعاء. كانوا يعبدون الشفعاء والوسائط بحجة أنها تقربهم من الله سبحانه وتعالى زلفى. الشاهد هذه أصول عظيمة جدا.
نعم، ذكرنا معرفة حال المشركين هو يدخل فيه كل هذا، تنوع معبوداتهم وغير ذلك. ثم بعد ذلك أخذنا صلب الكتاب، وبدأ فيه الشيخ رحمه الله بجواب مجمل، وهذه طريقة تدل على فقه الشيخ رحمه الله، تدل على تمرسه وحكمته في التأليف وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فبعدما أن ذكر هذه المقدمات وميز لك بين حال الموحدين وحال المشركين، ابتدأ أيضا بجواب مجمل. الشيخ رحمه الله سمى كتابه كشف الشبهات، ولم يبدأ بكشف الشبهات من أول الكتاب، لم يلقي الشبهة ويجيب عليها من أول الأمر، لأن الشبهة أمرها عظيم وخطير إذا دخلت إلى القلوب، فإذا لم يكن من الله عون للعبد فقد يهلك العبد بهذه الشبهة. فالشيخ كان يعرف خطورة الشبهة، يحتاج إلى هذه المقدمات قبل أن يصل إلى الجواب المفصل. أعطاك مقدمات أصول تعينك، ثم أعطاك جوابا مجمل تحتاجه في جميع الشبه. الشيخ ذكر لك بعض الشبه فقط، أشهر الشبه التي كانت في وقته، لكن الجواب المجمل هذا يصلح للجواب عن هذه الشبه التي ذكرها الشيخ، ويصلح جوابا للشبه الأخرى التي لم يذكرها الشيخ، ويصلح جوابا للشبه في غير باب الاعتقاد، في غير باب توحيد الألوهية. الشبه كثيرة في جميع الأبواب، في باب الأسماء والصفات الشبه كثيرة جدا. الجهمية ونفاة علو الله سبحانه وتعالى لهم شبه، استدلوا بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. نفاة العلو والقائلون بوحدة الوجود والقائلون بأن الله في كل مكان تركوا الأدلة الكثيرة التي جاوزت 1000. تركوا هذه الأدلة واستدلوا بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. تركوا آلاف الأدلة. لهذا قال ابن القيم رحمه الله يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه بل 2000 ذكر هذا في النونية، يعني 2000 دليل تدل على علو الله سبحانه وتعالى. الآيات التي تصرح بالفوقية، الآيات التي تصرح بأن الله في السماء، الآيات التي تدل على أنه مستو على العرش، أحاديث وآيات. والعقل والفطرة أخذوا جزءا من آية، وهذه الآية حجة عليهم، لأن الله افتتحها بالعلم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلى آخر الآية، افتتحها بالعلم ألم تعلم، وختمها بالعلم وهو بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد رحمه الله هذه في العلم، يعني في معية العلم، الله معنا بعلمه. فهذه الآية الوحيدة التي استدلوا بها لا تدل على مطلوبه، وتركوا النصوص الكثيرة المحكمة. كان الواجب عليهم يردوا هذا إلى المحكم، فتمسكوا بهذه الآية المشتبهة غير الواضحة المعنى فيما يزعمون، وإلا هي واضحة عند أهل التحقيق وأهل السنة، وتركوا النصوص المحكمة الكثيرة. هذه طريقة أهل الزيغ وأهل البدع الذين في قلوبهم زيغ، يتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم. أهل السنة يردون المتشابه، يعني الغير المتضح المعنى المشكوك فيه، يردونه إلى المحكم الواضح. أهل البدع يبطلون المحكم باتباع المتشابه. المهم يعني ابن القيم رحمه الله له كلام جميل، يعني ذكر أمثلة كثيرة في هذا الباب، يعني وذكر
هذا المثال الذي ذكرناه في العلو وغيره من الأمثلة. المرجئة لهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، يتبعون المتشابه في إخراج الأعمال من الإيمان ويتركون النصوص الكثيرة التي تدل على أن الأعمال من الإيمان. الخوارج يتركون النصوص المحكمة التي فيها عدم جواز تكفير المسلمين ويستدلون ببعض الآيات بفهومهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مع أن السلف فسروها بغير ما ذهبوا إليه. وهكذا الخوارج، المرجئة، المعتزلة، الجهمية، أهل البدع جميعا يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. وذكر الشيخ مثال، قال: إذا ذكر لك المبطل الذي يعبد الأولياء ويعبد الأنبياء ويتخذهم وسائط عند الله سبحانه وتعالى ويستدل بما تشابه من القرآن، وإن كان هو واضحا عند أهل السنة، يستدل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول أولياء الله لهم شأن ولهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، فيستحقون أن تصرف إليهم ويتوجه العبادة ويتوجه إليهم بالدعاء والاستغاثة وغير ذلك بأنواع العبادة. فالشيخ قال: كيف يعني تستدل بهذه الآية وتترك النصوص الكثيرة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد؟ نصوص صريحة محكمة: ادعوا ربكم تضرعا وخفي، ادعوا ربكم ولا تدعوا غيره. والآيات كثيرة في إفراد الله سبحانه وتعالى بالدعاء وإخلاص العبادة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يترك هذه الآيات الكثيرة ويتعلق بآية لا تدل على المعنى. هذا الشيخ ذكره مثال وقال هو من أنفع الأجوبة. هذا الدليل هذا الإجمالي من أنفع ما يكون في رد شبهات المبطلين بالنسبة لمن لم يكن عالما أو متأهلا لرد الشبهات. يعني قد يلقي عليك شبهة وأنت لا تحسن ردها للشبهة. الجواب الإجمالي متى تحتاج إليه؟ إذا كنت لا تحسن الرد على الشبهة التفصيلية وعندك محكمات. احنا أقل شيء يكون عندك محكمات، أقل شيء تحفظ الآيات. احنا الآن رانا نتكلم يعني عند العامي، ماذا يقصد الشيخ بالعامي؟ وعند الشيخ وعند غيره عامي يحفظ شيء من كتاب الله، يحفظ أصول المسائل، هذا هو العامي. لكن احنا مع الأسف اليوم واحد العوام عندنا كثير منهم لا يحفظ شيء من القرآن. لكن العام الموحد يحتاج أن يحفظ الآيات التي فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة: وإلهكم إله واحد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات كثيرة. لهذا الإنسان لما يقرأ في القرآن يحاول يستحضر هذه الآيات. كان بعض المشايخ كان عنده دفتر يسجل، لما تمر في أثناء الختمة تمر عليه آية ويرى أنها مفيدة في الحجاج والمناظرة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والرد على المشركين، يسجلها عنده دفتر. فالأخير يولي عندك مجموع الآيات التي تحتاجها في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى في الدعوة وغير ذلك. هذه طريقة ناجعة. مش كل مرة بتتذكر وش الآية وش كذا وما هي الآيات، فيعينك على تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ترجع إلى تفسير العلماء الراسخين، ترجع إلى تفسير الطبري وابن كثير وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، تنظر ماذا قالوا في هذه الآية، فتزداد يقينا بهذا الدليل. فإذا يكون عندك رصيد. وسيأتي معنا في الجواب التفصيلي في الشبهة الأولى والثانية الشيخ ينبه على هذا الرصيد العلمي. فجاوبه بما سبق، أتلو عليه من كتاب الله كذا وكذا. أظن وقفنا عند هذا، عند رأس الشبهات التفصيلية. قلنا هذه الشبهات يعني كانت في عصر الشيخ رحمه الله. اختار الشيخ كان صاحب دعوة وجهاد،
كان يعترض عليه خصومه بأنواع من الشبه، فجمع هذه الشبه أشهرها ورد عليها. الشبهة الثانية كما سيأتي معنا أثارها أخوه. الشيخ كان عنده أخوه من المناصرين للشرك، أخوه اسمه عبد الله بن عبد الوهاب، كان من المناصرين والمناهضين والمناوئين لدعوة الشيخ رحمه الله. هكذا المسلم الموحد والداعية قد يبتلى. الأنبياء ابتلوا من أقرب الناس إليه، صح ولا لا؟ نوح كان ابنه مشركا، ولوط كانت زوجته مشركة، وإبراهيم كان أبوه مشركا. لا يستغرب أن دعاة الحق قد يكون أعداؤهم من أقرب الناس إليهم. الشاهد أن الشيخ جمع هذه الشبهات التي كان يلقيها خصومه إما كتابة وإما مناظرة معه، ورد عليها في هذه الرسالة العظيمة، ولم يستطع أحد منهم أن يرد عليها، لأنها رسالة قوية مفحمة مزينة بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية. فنبدأ بعون الله سبحانه وتعالى، وباقي معنا يمكن 4 مجالس أو 5 بالأكثر نختم هذه الرسالة، ثم إذا يسر الله سبحانه وتعالى نشرع في كتاب الواسطية بإذن الله سبحانه وتعالى. قرأ يوسف. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل. قال رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب، والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم، فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. وقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه، فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. جزاك الله خير. هذه الشبهة الأولى التي أثارها المصنف رحمه الله تعالى، وقد قال الشيخ في بعد الشبهة الثالثة يقول: هذه أعظم شبه القوم. الشبهة الأولى الثلاثة هي أعظم شبه القوم، فمن فهمها وفهم الجواب عليها سهل عليه فهم الجواب عن الشبهات الأخرى، وهي شبهة داحضة والرد عليها سهل. حاولوا فقط تركزوا معنا وتنتبهون فقط. يقول الشيخ رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. أعداء الرسل من قديم لهم شبهات، كلما جاء نبي ورسول انبرى له أهل الباطل يلبسون ويشبهون، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤيد أهل الحق بالحجج القوية والأجوبة المرضية، فيدحض الله سبحانه وتعالى الباطل ويزهقه. فالباطل له جولة فقط، وأما الحق فله صولة وصولات. فالعاقبة للتقوى والعاقبة لأهل الحق.
ولكن الذي يريد أن يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى ويرد هذه الاعتراضات لا بد أن يتسلح بسلاح العلم. هذا الذي يريد الشيخ منك. قل انتبه، أعداء الله لهم اعتراضات، كن مستعد، تسلح بسلاح العلم، تسلح بالحجج القرآنية، جاهدهم بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. إنما أنذركم بالوحي، إنما أنذركم بالوحي، فالباطل يدفع بالوحي بحجج القرآن وحجج السنة. ولما بعث الله معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب. هذا كلام الشيخ، إن أعداء الله لهم اعتراضات، انتبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ انتبه، إنك تأتي قوما أهل كتاب لهم اعتراضات يشبهون بها، فكن مستعدا متسلحا بسلاح العلم والحجة. من هذه الشبهات، وشبهاتهم كثيرة، قال الشيخ منها، يعني لا على سبيل الحصر، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره. كل مبطل ينفي عن نفسه الباطل، كل مبطل ينفي عن نفسه الباطل. لا تجد مشرك يقول أنا مشرك بالله أو أنا كافر بالله، لا تجد مبتدع يقول أنا مبتدع، لا تجد صوفي يقول أنا يعني من غلاة الصوفية أو كذا. الشاهد أن كل مبطل يتبرأ مما ينسب إليه من الباطل الذي هو واقع فيه، ولكن هذا لا ينفعه. العبرة بالحقائق، وإن تنصل من هذا الباطل فإذا كان واقعه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى فلا ينفع أن يتسمى بالموحد أو بالسني. إذا كان واقعه البدعة وهو مبتدع لا ينفعه أن يتسمى بأهل السنة فهو مبتدع. فإذن الألفاظ لا تغير من الحقائق، فالنظر إلى سيرة الرجل ودعوته بالنظر إلى سيرته يتضح لنا منهجه، تتضح لنا عقيدته. فإذن هؤلاء المشركون الذين كانوا في زمن الإمام المجدد رحمه الله قالوا نحن لا نشرك بالله. طيب كيف فسروا هذا الشرك؟ هنا هذه الوقعة الأولى التي وقعوا فيها. نرجع إلى المقدمات، صح ولا لا؟ من الأصول التي تبين لنا جواب، تبين لنا فهم الشبهة ودحضها، فهم التوحيد وفهم الشرك. إذا فهمت الشرك سهل عليك الجواب عنها. هذا يقول نحن لا نشرك بالله، ما هو دليله أنه لا يشرك بالله؟ فنحن نشهد أن الله لا يخلق ولا يرزق، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد عندهم. والشرك اعتقاد أن مع الله من يخلق ويرزق. حصروا الشرك في شرك الربوبية، حصروا التوحيد في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية عندهم إذا اعتقدت التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، إذا اعتقدت أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر ولا يحيي ولا يميت إلا الله سبحانه وتعالى فأنت موحد. متى تكون مشركا عند هؤلاء؟ إذا اعتقدت أن غير الله يخلق ويرزق. ونحن نشهد أن محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. نحن نعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم والصالحين والأنبياء لا يخلقون ولا يرزقون ولا ينفعون ولا يضرون
فإذا نحن لم نشرك بهم. انتبهتم؟ هذا شرح شبهتهم. احنا لسنا مشركين. لماذا لسنا مشركين؟ نعتقد أن الله وحده هو الخالق الرازق. هؤلاء الوسطاء وهؤلاء الصالحين لم نعتقد فيهم الشرك، لم نشرك بالله، لم نشرك بهم مع الله، بدليل أننا لم نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون وينفعون ويضرون. طيب، ما الذي يعني وجه اتخاذكم للوسائط ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى، اتخاذهم شفعاء؟ قالوا: لكن غاية ما في الأمر أننا قوم مذنبون مقصرون في حق الله سبحانه وتعالى، لا يليق بأمثالنا أن يسأل الله مباشرة بدون واسطة. وقاسوا هذا على ملوك الدنيا، كما أن ملوك الدنيا لا يوصل إليهم مباشرة، بل يحتاج الوصول إليهم إلى وسائط. كذلك فعلوا مع الله سبحانه وتعالى، قالوا: نحن لا نصل إلى الله مباشرة لأننا مذنبون ومقصرون، لا يليق بنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى، فاتخذنا وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى يرفعون حاجاتنا إلى الله سبحانه وتعالى، كما يتخذ أحدنا وسائط في الدنيا، يريد أن يصل إلى الملك والحاكم، يريد أن يطلب منه شيء، لا يطلب منه مباشرة، يطلب من وزرائه وأعوانه، ويقول: أرجو أن يعني أريد من الحاكم كذا ومن الملك كذا، فأرجو أن توصل طلباتي إلى الملك. تبهتم؟ هذا هو يعني عذرهم. قال: ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله. ما دام عندهم جاه عند الله وقرب من الله سبحانه وتعالى، فهم الذين يوصلون حاجاتي إلى الله سبحانه وتعالى. أنا بدل أن أقول: يا الله ارزقني الولد، ماذا أقول؟ يا سيدي عبد القادر ارزقني الولد، وفي نيتي أن عبد القادر سيوصل سؤالي إلى الله سبحانه وتعالى. فيحتاج عبد القادر يحتاج إلى عبادة أيضا، يحتاج أن أدعوه، يحتاج أن أنذر له، يحتاج أن أطوف بقبره، يحتاج أن أستغيث به، يحتاج أن أعتكف عند قبره، يحتاج أن أذبح له، أنواع من العبادات. كما أن الوسطاء في الدنيا مع الملوك يحتاجون إلى إكراميات، صح ولا لا؟ إذا تريد من أعوان الملك أن يوصلوا حاجاتك إلى الملك، لا بد أن تكرم هذا الملك، هذا الوسيط، بوليمة أو ذبح أو ذبيحة أو إكرامية أو غير ذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبير. الله عز وجل ليس بينه وبين خلقه وسائط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. حتى الواسطة القولية لم يذكرها الله، لم يقل قل. في العادة الله عز وجل يقول يسألك يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. جميع السياقات هذه فيها قل، أما هنا لم يقل قل. وإذا سألك عبادي عني كاش قل فإني قريب، لا واسطة بين الخالق والمخلوق في جانب الدعاء والعبادة والتعبد. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا غير ذلك. فتسأل الله مباشرة. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. فإذا تركوا سؤال الله مباشرة وجعلوا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وسائط يطلبون منها، وفي نيتهم أنهم يطلبون من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. يعني أنا قصدي أن أطلب من الله في النهاية، لكن لا أطلب مباشرة، لا أطلب من الله مباشرة، بل بهم بواسطتهم.
وانتبهوا هنا، والشيخ لا يقصد هنا التوسل البدعي هو التوسل بجاه الصالحين والأنبياء، هذا ليس شركا. اللهم إني أسألك بجاه نبينا، هذا بدعة منكرة. لكن هم يقصدون بهذا يقصدون التوسل الشركي اللي هو سؤال الواسطة مباشرة، سؤاله يا رسول الله الشفاعة، يا رسول الله الولد، يا رسول الله النصر، وفي زعمه أن رسول الله يوصل طلبه إلى الله. أنت خلاص أنت أشركت، مجرد سؤالك غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله قد أشركت. هذا وجه شركهم ووجه عبادتهم. الله عز وجل سمى فعلهم هذا، سماه عبادة وسماه شركا. لا يمكن أن يتبرأوا من هذا، هم الآن يتبرؤون. نقول لهم الله عز وجل سمى فعلكم هذا عبادة، قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. انتبهوا، ويعبدون سمى الله عملهم سماه عبادة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سمى فعلهم هذا عبادة ثم سماها عبادة شركية. والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم، في الآية الأولى الله سمى فعلهم عبادة، في هذه الآية هم يعترفون أن عبادة. والذين اتخذوا من دون الله أولياء وسائط ما نعبدهم إلا لغاية واحدة فقط، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نفس الآية، صح ولا لا؟ عبادة لكنها شركية، عبادة لكنها كفرية. خلاص هم الآن احنا لم نشرك، نقول لا، الله عز وجل سمى فعلكم سماه شركا، سماه عبادة وسماه شركا وكفرا. قال فجاوبه بما تقدم، الذي تقدم معنا في المقدمات. شوف المقدمات تحتاجهم الآن، تحتاجهم في طريقك وكذا. تقدم معنا أن المشركين كانوا يعترفون ويقرون بتوحيد الربوبية، وكانوا يقرون بأن الله هو الخالق هو الرازق، وكانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى على جهة الوساطة والشرك. كانوا يعبدون الله لكنهم يشركون مع الله، يتخذون مع الله الأنداد والوسائط والشفعاء. وقال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز، في الآية الأخرى لا يقولون الله، في الآية الثانية لا يقولون خلقهن العزيز الحكيم العليم. وآيات كثيرة فيها اعتراف المشركين، وقد سبقت معنا في المجال السابقة، سبقت معنا تلونا عليكم آيات فيها إقرار المشركين بتوحيد الربوبية. فأنت جاوبه بهذا الذي تقدم، أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ذلك، فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت. أنت ماذا ذكرت؟ ذكرت أنك مقر بتوحيد الربوبية، صح ولا لا؟ توحيد الربوبية، لا خالق لا رازق إلا الله. أنت جاوبه بما تقدم، أن كفار قريش الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح الآيات التي ذكرنا لكم. ويعبدون من الآية، تقرأ عليه نوعين من الآيات. خلاص هذه تحبوا تسجلوها مليح، تقرأ عليه نوعين من الأدلة أو ثلاثة تحب التفصيل. تقرأ عليه أنا سجلتهم عندي حتى تكون يعني متناسقة.
تقرأ عليه الآيات التي يعترفون فيها بتوحيد الربوبية، منها قوله تعالى: ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نقاط، يعني آيات كثيرة ترجعون في الدروس السابقة مذكورة. أقرأ عليه أيضا الأدلة التي تدل على أنهم ما كانوا يعتقدون في أصنامهم أنها تخلق وترزق وتملك، بل كانوا يعتقدون أنها مملوكة. منها قوله في تلبية الحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كما حكى ابن عباس هذا عنه، وهذا في صحيح مسلم. وقرأ عليه الأدلة التي تدل على أنهم إنما قصدوا بعبادة هؤلاء الصالحين والأنبياء التقرب والشفاعة والوساطة. أيضا يقال عليه في يزاد، يعني في ما زاد الشيخ رحمه الله، الشيخ ذكر جواب واحد وهو كافي، أن قولكم يعني نحن لا نشرك بالله أو بل ونحن نعترف بربوبية الله سبحانه وتعالى، غاية ما في الأمر أننا اتخذناهم وسطاء وشفعاء. الجواب الذي ذكره الشيخ أن مقالتكم هذه هي عين مقالة المشركين الأولين، ومع ذلك كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، وكفرهم قبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإذا مقالتكم هي نفسها مقالة المشركين، لا فرق بين مقالتكم ومقالة المشركين. أيضا مما يجاب عنه أيضا قولكم نحن مذنبون. المذنب الواجب عليه هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يبقى على ذنبه ويحتاج إلى وسطاء وشفعاء، بل الواجب عليه التوبة، وبهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يجاب عن هذا، إن كان هذا الجواب يصلح أولا، يعني إذا جئنا في الترتيب الذهني، يقال لهم: أين الدليل على أنه يجوز اتخاذ الوسطاء، اتخاذ الصالحين والأنبياء وسطاء وشفعاء بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، مع أن الآيات صريحة وعامة فيها التنصيص على النهي عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى، فيها النهي والتنصيص على النهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى مهما كان: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا شيء نكرة في سياق النهي تفيد العموم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أم اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. آيات يعني فيها تنصيص على عموم النهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ما هو الدليل أين هو الدليل الذي يدل على جواز اتخاذ الشريك مع الله سبحانه وتعالى على سبيل الوساطة أو الشفاعة؟ أيضا الجواب الرابع أن حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه لا يدل على هذا الذي ذهبتم إليه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الوسطاء. هذا شرح للدليل السابق اللي هو أين الدليل وأين الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يثبت عنهم في قصة واحدة أنهم اتخذوا الوسطاء والشفعاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، بل كلهم كان يدعو الله وحده لا شريك له. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوسل
بالأنبياء الذين سبقوه. لم يكن يدعو إبراهيم عليه السلام الذي هو أقرب الأنبياء إليه نسبا ولا غيره من الأنبياء، بل أمره الله أن يسلك طريق إبراهيم في التوحيد. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عن أحد منهم أنه جعل بينه وبين الله أشرف الخلق وقد كان بين أظهرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكونوا يجعلونه واسطة في عبادتهم، في دعائهم، في استغاثتهم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنهم هذا أيضا، بل ثبت ما يدل على عكس هذا. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم في عام الرمادة احتاج الصحابة إلى الاستسقاء، فخرج عمر واستسقى بأصحابه وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن اليوم نتوسل إليك بدعاء عم نبينا صلى الله عليه وسلم. لم يرجعوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره واسطة بينهم وبين الله، بل سألوا الله سبحانه وتعالى وطلبوا من العباس أن يدعو الله، لا شك ولا هم يحزنون، لا اتخاذ وسائط ولا غيره. وعلى هذا أجمعت الأمة وأجمع السلف والعلماء على عدم جواز اتخاذ الوسائط فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. الدليل الأخير أن واقعكم يدل على خلاف ما زعمتم. أنتم زعمتم أنكم لم تعتقدوا في الأنبياء والصالحين النفع والضر، صح ولا لا؟ ولم نعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن عبد القادر الجيلاني. هذا كان من الصلحاء، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله فتنة للناس في العراق وفي تلك الضواحي، صاروا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى، وله قبر إلى الآن، قبر ومزار كبير سيدي عبد القادر الجيلاني، هكذا ينبيه. ورجل صالح من أهل السنة، ولكنهم غالوا فيه واتخذوه من دون الله آلهة يدعونه من دون الله سبحانه وتعالى. قلت واقعهم يكذبهم. هم اعتقدوا في من يدعونهم من دون الله وفي من جعلوهم وسائط، اعتقدوا فيهم النفع والضر، بدليل أن أحدهم يهتف باسم شيخه ويستغيث به وهو بعيد عنه كل البعد، تقع له مصيبة هو في المشرق وشيخه يكون في المغرب، فيستغيث بشيخه: يا سيدي عبد القادر، الفرج أنقذني من هذه المصيبة. يتيه في الصحراء فيدعو شيخه عبد القادر أو غيره ويستغيث به، يدعوه من دون الله أن يفرج كربته. هذا لا شك لم يفعل هذا إلا لأنه يعتقد أن شيخه يملك الضر والنفع ويسمع كسمع الله، صح ولا لا؟ يكون في مسافة بعيدة هو يعتقد أنه سيسمعه، ويعتقد أن علمه واسع، ويعتقد أن شيخه له قدرة عظيمة يستطيع أن يخلصه من بلائه. فإذا هم كاذبون لما قالوا نحن لا نعتقد في هؤلاء الصالحين أنهم ينفعون أو يضرون. نقول بل واقعكم يكذبكم، فأنتم تجعلونهم شفعاء ووسائط وتعطونهم من خصائص الله سبحانه وتعالى، فتعتقدون أنهم ينفعون ويضرون ويسمعون سمعا كسمع الله ويعلمون كعلم الله سبحانه وتعالى. الواقع يكذبكم حينما قال قائلكم وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. كيف تزعمون أنكم أنكم لا تعتقدون في محمد صلى الله عليه وسلم النفع والضر؟ صاحبكم هذا وأنتم تحتفون بهذه البردة
وتقرؤونها وتتبركون بها ولا تنكرونها، وهو يقول فيها وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. يا من ألوذ ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. شاهد البردة هذه مليئة بالشرك ورد عليها العلماء وبينوا شركياتها. كيف نصدقكم؟ والعلامة الآلوسي رحمه الله في تفسيره ينقل عن أحد الشيوخ المعممين القبوريين ينصح له وهو صغير، قال له: إذا ألمت بك مصيبة فلا تدعو الله، وادعوا الأولياء فإن استجابتهم سريعة بخلاف استجابة الله سبحانه وتعالى. كيف نصدقكم وأنتم تنتقصون من يأمركم بإفراد الله بالعبادة وتقولون إنه ينتقص الصالحين؟ كيف نصدقكم وأنتم إذا ركب أحدكم البحر وهاج به البحر دعا أسياده ودعا أشياخه من دون الله سبحانه وتعالى، فدعاؤه في هذا الكرب لأشياخه وهم بعيدون عنه أو ميتون يدل دلالة على أنه يعتقد فيهم أنهم يسمعون ويضرون ويعلمون ويسمعون سماعا كسمع الله سبحانه وتعالى ويقدرون كقدرة الله سبحانه وتعالى. فإذن واقعكم يكذبكم. ولهذا يقول الإمام المجدد رحمه الله في هذه الرسالة فيما سبق في القواعد الأربعة أيضا يقول إن شرك هؤلاء المتأخرين فاق شرك المتقدمين. المتقدمون كانوا إذا نزلت بهم نازلة هاج بهم البحر لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده، أخلصوا الدعاء لله في الشدة. وأما أنتم المتأخرون إذا اشتد بهم الكرب لم يخلصوا الدعاء لله سبحانه، بل يدعون شيوخهم ويسألونهم الفرج. فإذن هذا الجواب الخامس أن واقعهم يكذب ادعاءهم أنهم لا يعتقدون في الأولياء والأنبياء النفع والضر، بل واقعهم يدل على أنهم يعتقدون فيهم النفع والضر. حال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدل على هذا الباب دلالة قوية أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاط لهذا الباب وكان يسد الذرائع، وكان لا يقبل بما يخدش بالتوحيد ولو كانت كلمة صغيرة يحتقرها الإنسان. سمع رجل يقول له: ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من يتوسط به ويجعله وسيلة وواسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويدعوه. يسمع رجل يقول: يا رسول الله ارزقني الولد. سمع رجل يقول: ما شاء الله وشئت، غضب. ما رأيكم لو سمع رجل يقول له: يا رسول الله ارزقني الولد، ثم يقول له: يا رسول الله أنا لا أعتقد أنك تنفع وتضر، أنا أقصد أنك توصل طلبي إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك أنه صلى الله عليه وسلم سيغضب أشد وأشد، وربما يأمر بقطع رأسه صلى الله عليه وسلم. فواقع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يسد أبواب الشرك. وقصة ذات أنواط أيضا تعرفونها، ثم قالوا له: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر الشرك صغيرا وكبيرا، وهؤلاء يزعمون أن هذا لا شيء فيه. يسأل رسول الله، يسأل الولي الصالح، يسأله من دون الله
ثم يقول هذا ليس بشرك. ما هو الشرك؟ هذه الشبهة الأولى، ثم انتقل إلى الشبهة الثانية. الله عليك. قال رحمه الله: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فقل له: عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم. قوله تعالى: وإذ قال الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. طيب سنقرأ هذه الشبهة الثانية بعد أن بين الشيخ وهاء شبهتهم الأولى. لهم اعتراضات لا يسكتون، أهل الباطل يجادلون ويعترضون، حتى إذا خصمتهم ينتقلون إلى شبهة أخرى، لا يستطيع أن يجيب عن الشبهة الأولى فينتقل بك إلى شبهة أخرى. قال: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. الآن اعترفوا وأقروا أن حال المشركين كانوا مقرون بالربوبية، وكانوا يتخذون الوسائط من دون الله وعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الآيات التي تلوتها علي إنما نزلت في كفار قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام. محصلة هذه الشبهة إذا أردتم أن تضعوا له عنوانا: حصرهم الشرك في شرك العبادة، حصرهم الشرك في عبادة الأصنام. قالوا هذه الآيات التي تلوتها نزلت في كفار قريش الذين يعبدون الأصنام، وشركهم كان في عبادة الأصنام فقط، وأما نحن فنحن لا نعبد الأصنام. الشرك هو عبادة الأصنام فقط، أما نحن فلا نعبد الأصنام. نحن اتخذنا الأنبياء والصالحين وسائط. كيف تسوي الصالحين والأنبياء بالأصنام التي هي حجر؟ يجعل حجتك يجعلها سبا لك، وهذه طريقة أهل الباطل. إذا أنكرت عليهم بالحجج يسبونك ويرمونك بالتهم، وأول ما يرمونك في هذا الباب أنك تنتقص الصالحين. فقالوا: كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ هذه حجة المفلس، حجة عاطفية كما ترون، ليست حجة حقيقية، حجة عاطفية. إذا أمرته بالتوحيد ونهيته عن الشرك وقلت هذا الذي تفعله هو مثل صنيع المشركين الأولين، يقول لك المشركين الأولين شركهم كان هو عبادة الأصنام فقط، وأما نحن فلا نعبد الأصنام. نحن لا نعبد الأصنام. هذا من الشبه الشائعة حتى عند العامة لما يتصورون الشرك يتصورون عبادة الأصنام. لا بد أن تصحح هذه المفاهيم. العامي لا بد أن تصحح له هذا المفهوم، مفهوم الشرك. مفهوم الشرك واسع، صرف العبادة لغير الله، هذا غير الله مهما كان كما سيأتي.
قد يكون حجرا، قد يكون تمثالا، قد يكون شمسا، قد يكون قمرا، قد يكون نبيا، قد يكون ملكا، قد حيوان، غير ذلك. المعبودات التي عبدت من دون الله كثيرة ومتنوعة. فإذا هؤلاء حصروا الشرك في عبادة الأصنام. من سجد للصنم وعبد الصنم فهو المشرك. من عبد الأولياء ودعاهم والصالحين ليس بمشرك. فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، هذا الجواب مهم دائما يذكره الشيخ الذي تقدم معنا، أن الكفار كانوا يشهدون بالربوبية كلها لله سبحانه وتعالى. أنتم تريدون أن تنفوا هذا القياس. سيثبت لهم الشيخ أن الكفار لم يعبدوا الأصنام فقط الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الشيخ رحمه الله أولا قال لك ذكره بما تقدم، أن حال المشركين كانوا مقرين بربوبية الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك عبدوا غير الله سبحانه وتعالى على جهة اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. إذا أقر بهذا تنتقل معه إلى الجواب الثاني. قل له هؤلاء الكفار لم يعبدوا الأصنام فقط، المعبودين من دون الله كثر، حتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم تقتصر عبادتهم للأصنام فقط. نعم عبدوا الأصنام، وسيأتي معنا كيف عبدوا الأصنام أيضا. عبدوا الأصنام، عبدوا الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وأنه رب الشعرى. طائفة من العرب كانت تعبد الشعرى من النجوم الكبيرة المعروفة عند العرب. طائفة من العرب الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نصارى يعبدون المسيح. طائفة كانوا يعبدون الصالحين. اللات رجل صالح كان يلت السويق، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. كانوا يعبدون. طائفة كانت تعبد الملائكة وادعوا أنها بنات الله سبحانه وتعالى. طائفة كانت تعبد الأشجار، أنواع شجر نعم العزة هي 3 شجرات كما سبق. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله أولا أرسله إلى الناس كافة، صح ولا لا؟ أرسله إلى جميع أهل الأرض. وفي الأرض من كان يعبد البقر، من كان يعبد بوذا، من كان يعبد المسيح، من كان يعبد عزير، من كان يعبد الشمس والقمر والكواكب، أنواع كثيرة من المعبودات. هؤلاء كلهم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل آلهتهم، ولم يفرق بين آلهة وآلهة. الآلهة تعكم الجوز والآلهة تعكم تمام الجوز، لا، جميع. أمرت أن أقاتل الناس جميعا حتى يقولوا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فإذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم جميع هذه المعبودات. ودل هذا على أن كفار قريش والمشركون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
لم تنحصر عبادتهم في عبادة الأصنام، بل كانوا يعبدون الصالحين والأولياء كما أنتم تزعمون. أنتم تقولون نحن لا نعبد الأصنام، نحن نعبد الصالحين والأولياء. يقول هؤلاء كفار قريش أغلب عبادتهم كانت لها، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه نزلت كما قال المفسرون، نزلت في الملائكة وعيسى وأمه والصالحين. أقوال للمفسرين، وشيخ الإسلام قال رحمه الله إن الآية تشمل جميع هؤلاء، الجن أيضا، كل من عبد من الصالحين داخل في هذه الآية. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء الذين عبدتموهم أنتم هم أنفسهم رجال صالحين يرجون القرب من الله، هم أنفسهم يتقربون إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فكيف تتركون عبادة الله الذي يتقرب إليه هؤلاء الصالحون وتعبدون أنتم الصالحين؟ هذا مناقض. أنتم تعبدون الصالحين وهذوك الصالحين أنفسهم يعبدون الله. إذا كنتم تحبون الصالحين النتيجة وجهة، إذا كنتم تحبون الصالحين اعبدوا الله وحده، اقتدوا بالصالحين في عبادة الله. إذن وهؤلاء الصالحين هل هي أصنام ولا رجال؟ إذن بطل قولكم إن كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام فقط. إذن هذول ليسوا أصنام. لهذا ساقها المصنف، انتبه، ساقها ليبطل حصرهم عبادة المشركين في الأصنام فقط. كل الآيات التي ذكرها هي لإبطال هذا الحصر. ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وعيسى وأمه هل كان من الأصنام؟ لا. إذن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان من يعبد عيسى وأمه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. هذا فيه إبطال لإلهية عيسى وأمه. كيف ذلك؟ بقوله كان يأكلان الطعام. الإله الحق لا يأكل الطعام، صح، ولا يمشي في الأسواق. عيسى وأمه كان يأكلان الطعام ويمشون في الأسواق. انتهى الأمر، ليسوا بآله. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله، عبدوا عيسى وأمه، أبطل الله عبادتهم هذه. عبدوا من يمشي في الأسواق ومن يأكل ويشرب ويحتاج إلى الطعام. واذكر له قوله تعالى، ذكره بآيات فيها إبطال حصر عبادة المشركين في الأصنام. هناك آيات تدل على أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبدوا غير الأصنام، عبدوا الصالحين، عبدوا الأنبياء، عبدوا الملائكة. اذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم. صريح، الملائكة عبدت من دون الله. إذن الأنبياء عبدوا من دون الله فهم ليسوا أصنام، والملائكة عبدت من دون الله وهي ليست أصنام، والصالحين أم عيسى هي من الصالحين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء فيهم الأنبياء وفيهم الصالحين، هؤلاء ليسوا أصنام. واذكر له قوله تعالى أيضا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب. إذن عيسى عبد وهو ليس من الأصنام. فبطل بهذا قولكم إن العبادة هي عبادة الأصنام فقط، العبادة الشركية هي عبادة الأصنام. والصحيح أن الشرك هو عبادة غير الله مهما كان، سواء كان ملكا أو رسولا
أو نبيا أو صالحا أو شمسا أو قمرا أو نجما أو حيوانا، قل ما شئت. فعلة الشرك التشريك، فلا فرق بين شريك وشريك. احفظوا هذه القاعدة، قاعدة نافعة ماتعة ذكرها بعض أهل العلم والشيوخ، وهي ملخصة لكلام أهل العلم. فقل له: عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين. بعدما تتلو عليه هذه الآيات سيعترف إن كان منصفا، سيعترف أن نعم الله عز وجل كفر من يعبد الأصنام وكفر أيضا من يعبد الصالحين والأولياء والأنبياء. فلم يكفر الله من يعبد الأصنام فقط، كفر الجميع، لأن العلة هي صرف العبادة لغير الله، وهذا غير الله مهما كان ليس محصورا في الصنم. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. ثم المشركون الذين عبدوا الأصنام لم يعبدوا الأصنام لأنها أصنام أحجار فقط، سبق ذكر هذه الفائدة، صح ولا لا؟ أيوة. وإنما عبدوها لأنها تمثل أرواح الصالحين. اللات، قصة اللات صريحة، كان رجل يلت السويق. إذا لما عبدوا هذا الصنم اللي هو اللات، هل كانوا يقصدون الحجر؟ كانوا يقصدون اللات. كيف حدث الشرك في العالم في قوم نوح؟ رجال صالحين، صح ولا لا؟ ود ويسوع وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء هل كانوا أحجار فقط؟ لا، أسماء لرجال صالحين. هذه الأصنام التي عبدها قوم نوح لم يعبدوها لأنها أحجار، عبدوها لأنها تمثل رجال صالحين. من يعبد الكواكب، قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الكواكب والنجوم، ولكن النجوم والكواكب بعيدة عنهم، يحتاجون إلى شيء قريب منهم، اتخذوا الأصنام. بعض الناس يعني قد يشكل عليه عبادة قوم إبراهيم، يقرأ في القرآن أنهم كانوا يعبدون الشمس، صح، والقمر والكواكب، ثم يجد أن إبراهيم حطم الأصنام. إذن كانوا يعبدون الكواكب وكانوا يعبدون الأصنام؟ لا، ما كاش تعارض. كانوا يعبدون هذه الأصنام لأنها تمثل أرواح الكواكب، ولهذا كانوا يسمونها بأسماء الكواكب، جوبيتر وكوكب الزهرة، وكل كوكب ينحتونه، كل كوكب ينحتون له صنما يمثله، ويعتقدون أن روحانية هذه الكواكب تحل في الأصنام، وأنهم يخاطبونها فتخاطبهم، والواقع أن الشياطين هي التي تخاطبهم. المشركون إلى الآن يقولون دعونا الولي الصالح فأجابنا وتكلم معنا، وحقيقة الأمر هو الشيطان هو الذي تكلم معهم، كما ذكر شيخ الإسلام وغيره في الآية: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. فالبشر عبدوا الشياطين بقصد أو بغير قصد. طيب، لو سلمنا أن كفار قريش لم يعبدوا إلا الأصنام فقط، نقول ما هي علة تكفيرهم؟ علة تكفيرهم وشركهم أنهم عبدوا غير الله، فيرجع الأمر إلى القياس. ما دام عبدوا غير الله وهذا الغير هو الصنم هنا، فنقيس عليه. لماذا كفر الله عز وجل كفار قريش على فرض أنهم لم يعبدوا إلا الأصنام؟ كفرهم لأنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. فكل من شابه كفار قريش في عبادة غير الله فهو كافر. النتيجة واحدة حتى ولو سلمنا. مما يدل على أيضا عدم الحصر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والقبر ليس صنم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من عبادة قبره،
فضلا عن عبادة قبور الأولياء والصالحين. إذا تلاحظون أن الرد عليهم سهل جدا، ترد عليهم حجة واحدة تكفي، لكن الموحد له من الحجج الكثيرة ما يدفع به باطل هؤلاء الملبسين الممخرقين المزوقين. ونكتفي بهذا، أذكر اليوم شبهتين والجواب عنهما في المجلس القادم إن شاء الله، نكمل الجواب عن الشبه الباقية.